السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. ازيكم وحشتونا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. موضوع فيديو النهاردة اللي هنتكلم فيه، فاكرين الفيديو اللي أنا نزلته قبل كده بالحمام المصاب بالروشة؟ الحمام المصاب بالروشة ده دلوقتي اتعالج وبقى 100%. مش هتصدق، هتشوفه في آخر الفيديو مش هتصدق إن هو ده الحمام المصاب. الحكاية ايه؟ الحكاية إن الحمام اللي أنت شايفه دلوقتي ده كان عند واحد صديق ليا عنده حوالي 30 قص لاحم وانواع تانية، حمام لاحم وانواع تانية. لكن هو صور لي الحمام اللاحم يعني اللي حضرتك شايفه دلوقتي ده المصاب بالروشه وحالته صعبه جدا. انا لما شفت الحمام صراحه قلت يعني احتمال العلاج ضعيف، لكن بفضل الله هو وراني الحمام فيديوهات، صور لي فيديو في اخر هتشوفه في النهايه. الحمام اصبح سليم تماما كانك ما تعرفوش. حتى ان انا بساله ان الحمام فيه عقده في الرقبه، بعض حمامه قال لي لا مفيش خالص، كل الحمام اصبح طبيعي. وحتى قال لي ان الحمام اصبح بيبيض اكتر ما كان بيبيض الاول، ان هو بيعوض بعد العلاج يعني. طيب تعال نشوف احنا عالجنا الحمام ازاي. طبعا احنا دايما بنتعامل مع الدكتور ياسر البهي او المهندس اسامه حسين. ارسلنا الفيديو بالحمام المريض اللي حضرتك شايفه للدكتور ياسر البهي. الدكتور ياسر البهي رد علينا رسالة بصوته اللي هتشوفها دلوقتي دي. السلام عليكم. ده علاج وان شاء الله ده فيروس توب. ده حالة روشة معروفة، كل الحمام ياخد فيروس توب لمدة اسبوع او 10 ايام. ولو في اسهالات، انا شايفك كاتب هو كان في اسهالات، لو في اسهالات بياخد اندوكلوست برضو. بس بعد مرور يومين من الفيروس توب بنحط 2 سم على اللتر فيروس توب، او سنتي على المسقة مثلا. وممكن اول يوم او اول يومين نحط 3 سم فيروس توب على اللتر عشان الحالة صعبة برضو. ولو في حاجة ما بتشربش ممكن نسحب بسرنجة ونجرع. وبعد مرور يومين ممكن نحط بقى فيروس توب زائد اندكلوست. لو تحب تكلمني اتفضل. وان شاء الله الحلقة تتعالج ان شاء الله بكل سهولة، والعلاج ده هو اللي موجود عندنا يعني اللي هو الفيروس توب. السلام عليكم. دي الحالة اللي انا بقول لك عليها، اقولها بقى للشخص يعني هياخد فيروس توب واندكلوست والبي 12 وربنا يوفقه. نوضح الفيروس توب اول يومين اتاخد 2 سم على اللتر، وبعد اليومين دول يبقى الاتنين مع بعض فيروس توب واند كلوست. بس كده. وبعد كده نقدر نجرع في حاجات مش هتشرب، نجرع بسرنجة، ناخد من المية اللي احنا عاملينها في الشرب دي وندي او نص سنتي فيروس توب مع نص سنتي اند كلوست ونجرع بس. واحنا ب 12 واحنا بنجرع اي حاجة للحمام اللي ملوح او المروش، نسحب نص سنتي معانا كأنه نص سنتي مية ب 12 بس. وربنا يوفق ان شاء الله، وهنمشي على الكلام ده لمدة اسبوع. وممكن تزيد لغاية 10 ايام عادي جدا، وممكن توصل لاسبوعين في بعض حالات العلاج. طبعا لما بعت لي الفيديو وشفت الفيديو انا ما كنتش مصدق اللي انا بشوفه. انا قلت له هو الحمام ده هو ده اللي كان ملوح، رقبته ملوحة، اللي كان عنده الروشة بالشكل ده؟ دي الحمامة كانت بتلوي رقبتها تحتها، كانت رقبتها في الارض، راسها في الارض. هو ده متأكد ان هو الحمام؟ قال لي اه والله هو الحمام ده. وقعد يدعي لنا شوية. الله يبارك لكم. بصراحة أنا ما كنتش مصدق النتيجة دي، لأن الحالة كانت صعبة جدا. وإحنا غالبا بنقول العلاج الروشة بالذات بنقول إن ممكن يجيب نتيجة وممكن ما يجيبش نتيجة، لكن بفضل الله اللي أنا شفته بحمام الراجل ده خلاني أقول إن فعلا الروشة لها علاج، زي رأي الدكتور ياسر البهية زي ما قال إن هي فعلا العلاج جاب نتيجة، والنتيجة كانت مبهرة جدا جدا جدا. واللي استخدمه اللي هو العلاجات اللي هي فيروس توب واندي كلوست وفيتامين ب اللي هو بتنتجه شركة الأهرام. أسيبكم مع تشوفوا الفيديو اللي هو أرسله لي بعد العلاج. أستاذ مصطفى، ازي حضرتك؟ ربنا يبارك في عمرك يا رب. بقول لحضرتك ده الحمام اهو. ده الحمام اللي كنت وريته لحضرتك، كان كله عنده هزة اللي هي الروشة. طبعا بعد ما كلمت حضرتك وقلت لي على علاج، فانا بكلمك دلوقتي عشان اوري لك الحمام. الحمد لله الحمام كله كويس من فترة.
وشغال ومطلع. يعني سبحان الله، بعد ما الحمام هدى كده وبقى كويس، يعني ما شاء الله كان إنتاجه كويس جدا يعني، والدنيا كانت ماشية كويس لكن زي ما حضرتك شايف هو دلوقتي يعتبر بيقلش. يعني هو دلوقتي في فترة تقليش. كنت قلت لك انه بيقلش، بس انا لما جيت لقيته فعلا بيقلش. وزي ما حضرتك شايف اهو، يعني في حمام بايض وفي حمام مطلع، زي ما حضرتك شايف اهو كده. لكن الحمد لله بالنسبة للمرض، فالحمد لله يعني المرض ما عادش فيه اي حاجة يعني تدل ان هو كان مريض اصلا، الحمد لله. وبالنسبة للأدوية اللي حضرتك كنت قلتها لي، اللي هو أنا مشيت بفيروس طب لمدة يومين، كان 2 سنتي على اللتر. وبعد كده اشتغلت في اليوم الثالث على الفيروس طب والانديكلوست. كان الحمام اللي تعبان عندي قوي بديله نص سنتي في بقه، يعني نص سنتي من كل نوع. و... وكنت بديلهم نص سنتي اللي هو الفيتامين بي 12، اللي هو الإزازة اللي حضرتك كنت جبتها لي برضه، اللي هي البي 12. وفضلت شغال على كده فيروس طب وانديكلوست مع بعض، وبي 12 للحمام اللي كان تعبان قوي. والموضوع بعد 10 ايام بدأت احس ان في حمام بدأ يعني يتظبط شوية. طبعا كنت بعت لحضرتك الفيديو، والحمام تعبان، وحضرتك كنت شايف كان يعني واصل لمرحلة متأخرة جدا، عشان طبعا ما كنتش موجود وكده بس الحمد لله اتلحق. يعني كانت مرحلة اتأخرت شوية، لكن الحمد لله يعني العلاج جميل بجد، العلاج جميل جدا. وكانت نتيجة يعني بجد ما كنتش مصدقها. يعني هو في ناس الناس طبعا، يعني أنا أوعى إن الحمام لو جاله روشة خلاص يعني بيبقى عوضك عليه. فلكن الحمد لله هو الحمام زي ما حضرتك شايف اهو. والله يعني لسه يعني مطلع. كان نفسي اصور لك الزغاليل بتوع الطلعه اللي فاتت على طول دي، بس طبعا ما كنتش موجود وما عرفتش اصور. لكن ما شاء الله يعني لسه اكلين من تحتهم والله. فالحمد لله زي ما بقول لحضرتك كده الحمام اهو. الحمد لله ما شاء الله، يعني الامور طيبه. كده خلصنا موضوع فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.